السلام عليكم متابعينا الأعزاء. لن تصدق عدد أزواج الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل والديانة الحقيقية التي أخفتها عن الجميع. ولدت الفنانة المصرية عبلة كامل في محافظة البحيرة، خريجة جامعة القاهرة، وحصلت على ليسانس الآداب. عاشت طفولة عادية لحين دخولها الجامعة، وبعد تخرجها عام 1984 بدأت مشوارها الفني، وقد عرفها الجمهور الشاشة من خلال أعمالها، وبدأت خطوة خطوة حتى احتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، وخاصة بعد نجاحها في لن أعيش في جلباب أبي مع الفنان المصري الراحل نور الشريف. وكل أعمالهم التي شاركوا فيها كانت محط نظر الجمهور. في عام 2005 ارتدت الحجاب واستمرت بالتمثيل بالحجاب ولم تتوقف عن التمثيل، كما أن بطولتها المطلقة بدأت بالفعل عندما قررت أن ترتدي الحجاب، عكس باقي الفنانات التي تنتهي علاقتهن بالتمثيل والفن والنجومية. الحجاب لم يغير منها شيء، فهي طبيعية دون مكياج في جميع الأحوال، إلا وأن أعمالها الفنية أصبحت قليلة وأصبح ظهورها غاليا، فهي تعشق التمثيل وتتمنى أن تمثل حتى نهاية حياتها، بشرط ألا تقدم تنازلات أو تضطر للبقاء بأدوار لا تناسبها أو لا ترغب في أدائها. أما الأغاني المفضلة لها هي أغاني ليلى مراد، فهي أكثر قربا إلى قلبها، وصوتها يخرجها من أي حالة نفسية تعيش فيها. المسلسلات التلفزيونية لا تتكلم كثيرا عن حياتها الشخصية، فهي حياة مغلقة لا يعرف عنها الكثير، غير إنها إنسانة حنونة وملتزمة، وكل حياتها في فنها وأولادها، رغم أنها تتمتع بجماهيرية كبيرة بالوطن العربي نظرا للأدوار التي تقدمها بالمسلسلات الدرامية وأفلامها السينمائية. فهي قريبة لهموم المواطن العربي البسيط، فهي أم لكل بنت وكل ابن، وترفض دائما الكلام عن حياتها الخاصة، لا يقترب منها أحد، لذلك ترفض الظهور بالبرامج التلفزيونية أو إجراء أي مقابلات صحفية. حصلت على ليسانس لآداب قسم مكتبات. بدأت حياتها الفنية على المسرح، أول أعمالها مونودراما نوبة صحيان، وسرعان ما بدأت نشاطها التمثيلي، وأول أعمالها الدرامية كان من خلال الشهد والدموع عام 1984. من خلال دورها لفتت أعمالها أنظار المحيطين بها، منهم السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ. ومن خلال عملها على المسرح مع الفنان محمد صبحي بمسرحية وجهة نظر. وفي الثمانينيات شاركت في كثير من الأعمال، فيلم الوداع يا بونابرت، فيلم الطوفان، البنات والمجهول، للحب قصة أخيرة. شاركت في كثير من الأعمال، وكان من ضمن أمنياتها أن تختار الدور الذي تقوم بتمثيله، وجاءت اللحظة لاختيار أعمالها بنفسها وبدقة، ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة. وبدأ الجمهور ينتظر عملها الفني سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح. وانتشرت في الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا حول الديانة الحقيقية للفنانة القديرة عبلة كامل، حيث قال البعض أن الفنانة المصرية عبلة كامل تعتنق الإسلام، والدليل على ذلك ارتدائها الحجاب منذ فترة كبيرة. وقال البعض الآخر أن الفنانة المصرية تعتنق الديانة المسيحية، وانتشر بعد ذلك جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن في هذا الفيديو سنوضح لكم الديانة الحقيقية للفنانة عبلة كامل وعدد أزواجها وأبنائها. الاسم الكامل عبلة كامل محمد عفيفي، ويدل الاسم على ديانة الإسلام. تاريخ الميلاد 17 سبتمبر سنة 1960. العمر في 2024 63 سنة. محل الميلاد ولدت في البحيرة. الجنسية مصرية، وحصلت قبل ذلك على الجنسية القطرية والجنسية السعودية. تزوجت الفنانة عبلة كامل من الفنان المصري أحمد كمال، وأنجبت ابنتيها زينب وفاطمة، ثم انفصلت عنه وتزوجت من الفنان الراحل محمود الجندي، وانفصلت عنه أيضا.
وزنها 87 كيلوغرام، الطول 162 سنتيمتر، لون الشعر أسود، لون العيون أسود، البرج الفلكي برج العذراء، المؤهل العلمي كلية الآداب، بدأت مشوارها الفني عام 1985. الفنانة عبلة كامل لا تحب الكلام كثيرا عن حياتها الشخصية، ولكن لا يعلم الكثير أن عدم وضع مساحيق التجميل لأنها تخاف على وجهها حيث تظهر بطبيعتها، ودائما تظن أنها إذا استخدمت المكياج فستصاب بالتشوهات في وجهها. ومن ضمن أسرارها لا تستطيع أن ترى وقت غروب الشمس حيث تصاب بحالة من الهلع والحزن إذا شاهدته. هي لا تخرج من بيتها أثناء الغروب، وإذا كانت في الاستوديو تغلق باب غرفتها، كما أنها حاولت الذهاب لطبيب نفسي للتخلص من هذه المشكلة، ولكن للأسف لم ينجح العلاج لأنه ليس مرض نفسي ولكنه طبيعتها منذ الصغر. السر الثالث أنها تخاف من التعامل مع البشر لأول مرة، ودائما تجعل بينها وبينهم حاجزا، ومن الممكن أن تتركك وتجري وهي في حالة من الخوف. السر الرابع أنها لا تجيد التعامل مع الأجهزة الكهربائية، لا تقترب من البوتاجاز أو حتى جهاز التكييف الموجود بالمنزل، لذلك لا تستغني عن خادمتها الموجودة بالمنزل دائما ولو بلحظة. ومن معرفة المقربين من الفنانة أنها حتى الآن تخجل من الكاميرات، وتأخذ يوم أو يومين على الأقل قبل التصوير لحين التعود من جديد على الوقوف أمام الكاميرا. تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال، وأنجبت منه ابنتيها التوأم، وكان سبب انفصالهما أن بداية مشوار زوجها الفني كان على المسرح، لم يمارس العمل بالسينما، مما جعل خطوات تقدمه بطيئة وشهرته غير معروفة لدى الجمهور والمشاهدين، عكس الفنانة فهي انطلقت مثل الصاروخ ووصلت للنجومية. وقرر الانفصال بسبب وجود خلافات عديدة في وجهات النظر، وتزوجت للمرة الثانية من الفنان القدير محمود الجندي في صمت شديد وتكتم إعلامي. وقال الفنان أنه تعلق بالفنانة عبلة كإنسانة محترمة جدا، وإيمانه منذ رآها بأنها ممثلة جيدة، ورشحها للعديد من الأعمال الفنية، مضيفا أنه معجب بها كمبدعة وفنانة، والقرب منها يحسسه أنه فتاة ريفية أصيلة. وبعد وفاة زوجته فكر في عبلة كامل للزواج منها، وعرض عليها الزواج ولم تمانع، ولم تطالبه بأي شروط غير مراعاة ربنا. وكانت أيام زواجهم جميلة، لكن ظروف عملهم جعلت من الصعوبة استمرار زواجهم، لذلك زواجهم لم يستمر لمدة طويلة، حيث أعلن الانفصال ولم يتم الإفصاح عن سبب الانفصال. وقيل أن جرأتها في دور خالة فرنسا ورقصها في فيلم كلم ماما هم سبب الانفصال. أما عن أولادها فهم بنتين توأم لا يعملان بالفن، ويعتبر حياتهم الشخصية مغلقة عن الإعلام، وهم يشبهان الفنانة في جمالهم الطبيعي وقبولهم في التعاملات بخفة الدم الطبيعية مثل والدتهم. وفي الأيام الأخيرة انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواج الفنانة المصرية عبلة كامل من الفنان رياض الخولي، ولم يرد أحد الطرفين على هذه الأخبار حتى الآن، حيث قال المصدر أن الفنان رياض الخولي تزوج من الفنانة عبلة كامل، وذلك في سرية تامة بناء على طلب من الفنانة عبلة كامل، وذلك خوفا على مشاعر ابنتيها، مما أثار دهشة واستغراب الجميع. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تزوجت بالفعل الفنانة عبلة كامل من الفنان رياض الخولي، أم هذه إشاعة كغيرها من الإشاعات التي تطلق على الفنانين كل يوم بل كل ساعة؟ وأكد مصدر مقرب من الفنانة عبلة كامل أنها قررت اعتزال الفن بشكل نهائي دون العودة مرة أخرى، رغم العديد من الأعمال الفنية التي تعرض عليها، وهذا القرار لا رجعة فيه. ورغم أنها تلقت عرضا مغريا للعودة لكنها رفضت، وتعيش حياة أسرية هادئة مع ابنتيها وتتفرغ للعبادة. قدمت الفنانة عبلة كامل العديد من الأعمال الفنية السينمائية الناجحة والتي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، منها شخصية عسلية في فيلم كلم ماما، شخصية فرنسا أم الليمبي في فيلم الليمبي، وشاركها البطولة محمد سعد وحلا شيحة وحسن حسني، كما أنها من خلال فيلم خالة فرنسا شخصية فرنسا درديري، وشاركها في بطولة الفيلم الفنانة منى زكي. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد.